السلام عليكم. معاكم رشيد أبو زيد وعلم الكلمة. ما معنى اسم؟ يعني إيه اسم؟ الاسم له مدلول عام في علم الكلمة. إيه معناه؟ هو ده في القاموس الحالي وبرضه في القواميس القديمة كده. هو ما يعرف به الشيء ويستدل به عليه. يعني دائما الاسم من خلال ذلك الاسم هتعرف صفات أو مميزات أو ظهور من أطلق عليه الاسم. تمام كده؟ كده عرفنا الاسم، مرحلة وعديناها. طيب ما معنى اسم ربك الأعلى؟ جبتها لك قبل كده وقلت لك هل لربنا سبحانه وتعالى اسم أعلى؟ لا، أنت ما فهمش. ربنا يقول لك إيه؟ سبح اسم ربك. ربك مين؟ ربك الأعلى. لأن في الرب اللي على الأرض الرب العادي، لكل واحد موجود رب الأسرة، رب الدار، رب الشركة، الرب يعني السيد. فربنا بيقول لك فيه رب أعلى أو سيد أعلى مالك الملك سبحانه وتعالى، فسبح اسم. يعني هتسبح إيه أنت كده؟ هتسبح صفات أو مميزات سوف تراها في ملك الخالق. يعني أنت مش هتسبح تلفظ. أرجع تاني لفيديو عملته قبل كده، جبت لك معنى التسبيح. إيه هو التسبيح؟ إجراءات أو خطوات أنت بتتخذها لأداء فعل معين اسمه التسبيح. طيب، فلما ربنا يقول لك سبح اسم، قلنا ما معنى اسم؟ مميزات، صفات. يعني خطأ اللي بتعمله، إيه اللي بتعمله؟ إنك بتمسك سبحة عشان أنت بتسبح. هو ده التسبيح عندك. أنا آسف، معلش اعذروني. فأمسك السبحة وأجيب اسم من أسماء الخالق عز وجل وأقول إيه؟ سبح الملك، سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الله، سبحان الله مثلا. أو أقول إيه؟ المؤمن. لا، خطأ. قلنا إيه معنى سبح؟ خد إجراءات. طب عشان تعمل إيه؟ تعرف اسم ربك. طب اسم ربنا سبحانه وتعالى هنعرفه إزاي؟ ادرس، تعلم، ابحث عن ذلك الاسم في ملكوته. يوم ربنا يقول لك الخلاق العليم، هو الخالق، يبقى انت تبحث فين عن ذلك الاسم؟ هتسبح ازاي؟ هتاخذ اجراءات في البحث عن معنى مدلول صفات ذلك الاسم للخالق عز وجل. ابحث في الخلق. قل سيروا في الارض فانظروا، شوفوا، دور، ابحث. هو انت بتسبح. لكن لو قعدت على كرسي كده زي اللي قاعد هنا في الاوضه وقعدت تسبح الليل كله سبحان الله وانت ما مدركش معنى الاسم، هتاخذ اجرك، معلش. بس ربنا قال لك سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما ينفعش. لما تكون انت مدرك تماما معنى ذلك الاسم، شوف حالك هيبقى ايه، هتوصل لايه؟ ثم رأيت. ما قالها لك ربنا في موضع اخر، قالها لك في موضع اخر، فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني انت بص المشرق والمغرب، بتبص يمين وشمال، الخالق موجود في كل مكان. أسماؤه الحسنى، صفاته، علاماته، ظهوره العلمي موجود في كل مكان لأنه العليم الخبير. فأينما أنت تولي ثم يعني إيه؟ تتخيل، هتقعد مكانك على الكرسي وهتتخيل. ممكن عن طريق فهم الكلمات انت وصلت، دي ممكن. انك درست برضه هتبحث وانت قاعد. والله وانت قاعد على الكرسي لازم تدور، لكن لا تتلفظ فقط. ادي معنى الاسم. وفي فثم وجه الله، ده تخيل وجه الله، صفاته. معنى وجه قلت لك الظهور، هتشوف المميزات والعلامات. ده في حالة التسبيح بأسماء الله الحسنى. كل اسم ليه مدلول، ليه ظهور في الملكوت اللي بيخص الخالق عز وجل. ابحث عن ذلك الظهور. روح ابحث في الفلك، ابحث في الفيزياء، في الكيمياء، ابحث في الطب، ابحث في الهندسة، ابحث في كل العلوم، هتلقى ثم وجه الله. والله كل العلوم دي ثم وجه الله.
كل العلوم دي هتتخيل من خلالها وجه الله، ظهوره، هتعرفها، هتعرف يعني ايه مؤمن من خلال القوانين اللي هتدرسها في ملكوته. المؤمن هو المعادل، هو المعادل، هو الوسطي اللي بقى في النص بين الأطراف، ولا يميل يمين ولا شمال، بيحكم على الأمور بنصابها. انت لو عرفت الكلام ده من خلال قوانين الخلق في الطبيعة هتعرف، هتوصل كده لمرحلة سبح الحقيقية. وسبح هجيبها لك مرة تاني مع الملائكة ومع الملك ومع البشر، هجيبها لك بتفصيل. أنا دلوقتي حاليا في الاسم. وعلم آدم الأسماء كلها. يعني إيه؟ آدم كل كان اللي في الملكوت عند الخالق عز وجل فوق، كان كل واحد معاه اسم، وعارفين ده اسمه كذا واسمه كذا، بس ما عارفينش المدلول. لماذا أطلق ذلك المسمى على الشيء ده بالذات؟ في القدم، قبل ما أذكر معنى ما خلاص هي باينة، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يعني إيه؟ قل له دي صفتهم إيه الاسم ده. يعني مثلا جبل أو جبال، ليه ربنا سمى الجبال جبال؟ هتقول لي لا لها معنى، هجيبها لك في مرحلة الجبال وهقول لك إيه معنى الجبال. دي حقيقة علمية عظمى حقيقية. يعني وظيفة الجبال في الأرض من مسماها، وظيفة الجبال في الأرض من مسماها. ليه ربنا سمى السماء سماء؟ قلت لك السماء معناها الاتحاد، الزمع أو السمع أو الضمة، السمع الاتحاد. فربنا قال لك أنا خالق فوقيك متحدات، متماسكة مترابطة، بأيد، بشبكة متصلة. فقال لك تأمل، شوف، عن طريق المسمى وصلت لحقيقة علمية موجودة في الملكوت عن طريق المسمى. أقيس على ده كل الملكوت اللي ربنا أطلقوا على الأسماء، بس ربنا كان بيسمي الأشياء بحقيقتها. والأقدمون كانوا كده، وجبت لك أمثلة متعددة عن الاسم في القدم. كل من أطلق عليهم اسم معين في القدم قلت لك كل اسم له معنى بصفته اللي موجودة فيه، ما كانوش بيكذبوا. إحنا كذابين شوية، معلش. ليه؟ تركنا الحقيقة وبحثنا عن الصورة. تركنا الحقيقة وبحثنا عن الصورة، ودي مشكلة فينا. عشان كده لا نتقدم في منطقة الشرق الأوسط. في الغرب بحثوا عن حقيقة، مش بدون إيمان، بس ما بحثوا عن حقيقة الأشياء عشان يتقدموا. من غير إيمان ماشي، أو بإيمان هم حرين، ربنا لا يحاسبهم. لكن احنا بنتحدث بصفة عامة عن فعل بشري جميل كويس. هو بحث عن حقيقة، وصل ولا ما وصلش، وكل ما بيبحث عن حقيقة بيتفوق عليك. انت بتبحث عن صورة، محلك سر. في مثال بسيط هوريك ان هم عارفين حقيقة الاشياء في اشياء متعددة في الغرب. اسم مريم جبته قبل كده، وقلت لك ان مريم اسم بيطلق على الذكور والإناث، اسم بيطلق على الذكر والأنثى. وجبت لك الدليل في فيديو مريم، ارجع له. وفاجأ ان في صديق موجود في الغرب بيقول لي ان في احصائيات حصلت موجودة في سنة 2019 مثلا، لقوا ان فيه 250 ألف تقريبا اسم اتسموا باسم ماريا أو مريم، وهو في ألمانيا خصيصا. يعني اتسموا ماريا، رجالة اتسموا ماريا. الله، ماريا يعني مريم. طب ليه مريم؟ هم عارفين ان دي أنثى؟ لا، هم عارفين ان الاسم ده مشترك، بيبحثوا عن الحقيقة والله، وعارفين، وهتعرف بعدين. احنا بنبحث عن صورة، خدنا الاسم ده خلاص حتى من غير ما نعرف معناه، وبنسمي. وكمان مش كده وبس، ونتعصب ليه على الآخر، ونحارب بعض، وأصلا بتحاربوا على صورة. أنا آسف معلش. طيب أرجع تاني كده. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. عطى الملائكة الأسماء دي، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ممكن تقولوا لي ليه أنا أطلقت الأسماء دي على دول؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هم يفعلون ما يؤمرون فقط، بيحملهم، لكن ما عندهمش مرحلة التعلم والتعليم زينا احنا. الخالق ادانا هبة عظيمة
هبة من خلالها بنوصل لمراحل عليا. لكن احنا بنأبى، إلا من أبى. بنأبى إن احنا ندور ونبحث. اقبى واقعد مكانك، اتبط مكانك واقعد، ما علينا. فالملائكة ما عندهمش المقدرة دياتي، لكن ربنا سبحانه وتعالى ادى المقدرة دي لآدم. علم البحث وعلم المعرفة والبحث عن المدلول. انطلق آدم بقى بالذكر وبدأ يقول لهم كل الأسماء. شوف الخالق أطلق على الجبال زي ما قلتها لك جبل. ليه سماه جبل؟ سماه جبل لأنه صفته كده، المهمة اللي بيقوم بها على الأرض الجبال دي في اسمها. هجيبها لك في فيديو الجبال. أيوة، السماء اتحاد، وهكذا. تمام؟ فلما تسبح باسم ربك ما تقعدش كده وتذكر التسبيح زي ما قلت لك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، لا. أو الله المؤمن 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 المؤمن، أو الخالق الخالق الخالق، لا. ابحث، سبح، خد حركات، خد إجراءات، خد أداء، اعمل أداء، افعل أداء للوصول لمدلول ذلك الاسم الخالق. ابحث في خلق الخالق. انت بتسبح حتى وانت قاعد مكانك، معاك انترنت، خش ادخل دور، بص في خلق الله. وانت بتدور في خلق الله بتربطه كله بالإيمان، وانت بتربط بالإيمان في حالة البحث العلمي انت بتسبح لأنك ربطت العلم ده بالخلاق العليم. انت بتسبح. فهمت معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ يعني ادعوه، اذكروه. طب كيف ستذكر الخالق بأسمائه الحسنى؟ رجع عن معنى الاسم اللي قلته لك، مدلول الاسم السابق كله اللي جبته لك لغاية الآن في الفيديو، بالمدلول الحقيقي للاسم. روح دور عليه، هاته عشان تسبح، مش تمسك السبحة وتقعد تردد لفظي فقط. ما ينفعش، لازم تدور على المدلول ده للاسم. دي نصيحة لوجه الله. واختار الأوقات اللي ذكرها لك الخالق قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تمام؟ ده كل شيء عن الاسم، لأني هجيب لك فيديو الجبال، ليه ربنا سمى الجبال جبال، وهنعرف إيه مهمة الجبال في الأرض.